يا لهوي على الجمال يا ربي. هو بس الدوخ. يا لهوي يا ربي على الجمال والتحفة. ازيكم يا ولاد في اليوم التاني في MSC مارفل. طبعا انا عارفه انكم انتوا هتضربوني، صدقوني انا شايفه كل كومنتاتكم، بس بامانه عندي كميه كومنتات وعندي كميه فيديوهات عايزه تتظبط وعايزه اوريكم كل حاجه. انا عارفه ان انتوا عايزين التفاصيل، بس صدقوني التفاصيل لوحديها من غير ما تتفرجوا ملهاش اي لازمه. خلوني ابتدي معاكم باليوم التاني. طبعا كانت عندنا امبارح سهره حلوه جدا ونايمين صاحيين بدري. خلوني اقول لكم انه الفطار كل انواع الحاجات اللي تنفع في الفطار اللي تتخيلوها في حياتكم هتلاقوها في الاوبن بوفيه بتاع الفطار. طبعا انا قلت لكم امبارح ان انا بحب اصور لكم كده وكده، يعني في اوبن بوفيه تقدروا تاكلوا فيه اللي انتوا عايزينه، او لو عايزين بقى حاجه كده بقى ايه هاي كلاس خليكم في المطعم اللي تحت. بس انا بامانه كنت بحب انزل اتعشى بالليل بفستاني ودنيتي الحلوه اللي انتوا هتشوفوها ولسه بتشوفوا الفيديوهات في المطعم، لكن بقيت اليوم انا كنت بقضيه عادي في الاوبن بوفيه. طبعا بصوا حلو وحادق، مخبوزات، قسم خاص بالهيلثي بيبول، يعني عاملين شيك وسلطات وكل، بصوا الهيلثي واللي مش هيلثي، العادي واللي مش عادي، المسكر والحادق، البيض المقلي والبيض الاومليت والبيض بصوا كل حاجه تتخيلوها هتلاقوها في موضوع الفطار. وعايزه اقول لكم ان القسم بس بتاع البوفيه ده حرفيا لافف المركبه كلها، يعني لافف المركبه كلها. طبعا انا اسفه ان انا ماشيه بسرعه، بس انا عشان الحق اوريكم كل يا ولاد كل الفرايتي اللي انتم متخيلينها، انواع اللبن كلها، اللبن الالموند، الهول ميلك، ال0%، الشوكليت ميلك، طبعا الماشينز بتاعت العصاير كلها مفتوحه 24 ساعه، سلطات الفاكهه. بصوا كل ما تتخيلوا. احلى ما في الموضوع انكم بقى تفطروا على فيو في الميه. طبعا انا كنت مش بنزل بدري، يعني عادي كنت بنزل في العادي يعني، وافطر بقى كده، اخد ترابيزه جنب الميه. انتوا مش شايفين حاجه غير الميه، شايفين بصوا الفيو التحفه. يعني لو انتوا نفسكم مسدوده من الناس الفيو ده هيفتح نفسكم للحياه. طبعا انا ولاد في الفطار بحب حاجات معينه، يعني طبعا الحاجات الفرايتي كتيره جدا على حسب كل واحد ما هو بيحب يفطر ايه. وفي صينات حاطين لكم عليها ان دي بيف ودي بورك ودي نباتي ودي جلوتين فري، وعاملين قسم للهندي. يعني بصوا الفطير ده كنت بقول لهم ده فطير محشي باللحمه زي اللي احنا كنا بنعمله. وانا في جولبيك بصوا كنا بنعمل ايه بقى، كنا احنا كل واحد فينا بيلف من ناحيه يجيب اللي يجيب اللي هو بيحبه، وبعد كده نقعد على الترابيزه ندوق مع بعض. الاوبن بوفيه للناس اللي مش يعني الناس في بعض النوعيات، طبعا في منهم كتيرة جدا، في بعض النوعيات يا ولاد بتستخسر في الاكل، يعني بتجيب وبعد كده بترمي. انا وبيج بص الصراحة فينا حتة اتعودنا عليها انا وهو من زمان، منين ما ندخل اي اوبن بوفيه بنجيب من الحاجة قطعة واحدة بقسمها انا وهو، عجبتنا بنقوم نجيب غيرها. لكن كمية الاطباق، كمية الهدر، كمية الرمية بجد فعلا حرفيا كلمة هتزول من وشنا دي مش كلمة قليلة. فيعني انا بقول لكم من نصيحة شخصية، اي اوبن بوفيه تروحوا، لان الموضوع ده هنا منتشر جدا جدا في امريكا، تلاقوا جميع الناس بياكلوا والزيادة بيرموا. ده كان على فكرة من القسم الهيلثي، كان عبارة عن خس ارانب عليه شوية يعني بصوا هيلثي ايه جنب الان هيلثي اللي انا جايباه ده. كانوا عاملين كوبايات شيك كده فظيعه، سبحان الله الواحد بيضرب الفاكهه مع اللبن بتبقى فيها سنه سكر الا ده. هنا طبعا كنت بجهز العيال للبول، خلاص احنا اول يوم بقى منزلناش فما ينفعش، لازم تاني يوم غصب عني وعن اي حد انزلهم البول، ما اقدرش. طبعا في ان وفي اوت، في اوت دور، وطبعا مع الناس اللي زيي انا ما ينفعش اوت دور خالص. احنا بقى اخترنا ان احنا نروح اندور، شايفين كمية الناس الزحمة. وطبعا عندكم بتشتغل من الساعة 12 لحد تقريبا 2:45 حاجة في الحدود ديت. سناكس بقى على البول all the time هتلاقوها، هات دوج، برجرز، عصاير، ايس كريم. الماشينز بتاعت الايس كريم دي شغالة 24 اور يا ولاد، فظيعه. وحاطين طبعا ناجتس، حاطين ستريبس للاطفال. انا كنت بستنى الوقت اللي بيفتح فيه ده عشان اكل ستريبس فراخ من جوه، رهيبه. انا شايفه انه العيب الوحيد اللي في الكروز
العيب الوحيد اللي انا شفته انه كميه الاكل بتخليكم للاسف عايزين تجربوا وتاكلوا، يعني بتبقوا داخلين وزنكم عادي بتطلعوا يعني مفرقعين. طبعا الكيدز كلاب انا عملت لهم اشتراك في اول يوم، فده طبعا اليوم التاني كنت عايزه اوديهم اعرف هم هيتاقلموا ولا لا. هم شرطوا عليا كذا حاجه، يعني اول حاجه في ان هم يبقوا جايين واكلين اي فتره من الفترات. هم بيفتحوا من الساعه 10 الصبح لحد 11 بالليل، كل الوقت ده تقدروا تسيبوا فيه عيالكم. بس انا كنت بستحرم، يعني انا بقول انا دافعه لهم فلوس واحنا جايين از فاميلي، هسيبهم ليه في حاجه زي كده؟ مع انهم يا ولاد بيهفن جوه جدا لا بعد حد ممكن تتخيلوا. بس انا كنت بستحرم اوديهم ساعتين، الساعتين دول انا كنت بصور بلف بستكشف مش اكتر والله. يعني كنت بقضيهم كده بلف لكم ورايح جاي رايح. يعني المكان ده مثلا ما ينفعش فيه غير ادلت بس هم اللي يروحوا. شايفين الفيو الرهيب؟ يعني مش ممكن صدقوني هتتبسطوا جدا. انا كنت بوديهم الساعتين دول ادخل مثلا مكان للادلت ده، في كمان قاعه انسايد كانت في الدور انا ما اقدرش انساها، كانت في الدور ال 18 للادلت بس، تلاقوهم قاعدين بالبيانو جايبين مغنيين بيغنوا. طبعا في البارات. هكلمكم كمان عن الدرينك باكج واقول لكم ان انا ندمت ان انا ما عملتوش. بصوا شايفين الفيو رهيب، يعني نفسيتكم هتتحسن جدا. الملاعب بصوا شايفين انا شغاله الف لكم، بحاول على قد ما اقدر اصور، عندي كميه فيديوهات رهيبه. يعني عايزه انزل لكم الاول شكل المركبه وبعد كده انزل لكم الديتيلز عشان تعرفوا انه الفلوس اللي انتوا هتدفعوها is worth it. انا على فكره بامانه انا رحت من تجربتي الشخصيه، لا دفعوا لي اعلانات ولا اي بتنجان، انا بكلمكم من تجربتي الشخصيه. هنا على فكره انا وصلت لحد النص اليوم، بقيت اليوم التاني مليان. هعمله لكم فيديو تاني، اسفه جدا للاطاله، بحبكم جدا، مبسوطه قوي بكومنتاتكم، واشوفكم فيديو جديد باي باي.